السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي قناة المعهد العالي للطيور. تحية طيبة لجميع الإخوان. اليوم بإذن الله كان أول يوم، إلا لاحظتوا الوليدات راهما تلاحوا من العش، دونك غالبا النتوة تقدر تكون هي اللي حيداتهم، النتوة راها غادا تولد. دونك كانوا بعض التساؤلات كيفاش غادي نفطموا الطويرات. كيف ما كتشوفوا بحكم الضيق اللي عندي، هي احسن حاجه. هو الانسان بالنسبه لهاد السيباراسيون كيخدم بكوبله وحده كتكون ممتازه، كيكون عندك خدمه زوينه. بحال دابا في هاد الحاله نفترضوا اننا عندنا انثى وحده، اشنو غادي نديرو؟ تقدر تجي من العشيه تخلي طويرات مع باهم، والنتوه كتعزل الجهه الاخرى باش تبني العش، ولا كدير العكس. هو من الاحسن تخلي الانثى في هذا العش، لان في الاول غالبا كيختاروا هذا العش. دونك تخليها في هذا العش وتحول هاد الطويرات مع الذكر، وكدير سيباراسيون ديال السلك، لان الوليدات كيبداو هي امهم كتوكلهم ما بين الاسلاك. هذه الحاله الاولى، هذه هي المزيانه. ومن العشيه عاوتاني تشد الذكر طلقيه على الانثى، صافي كيبيكيها عاوتاني وترجع الذكر بوحدو باش كيبقى البيض ديال الانثى مزيان، وفي نفس الوقت الطير راه كيبقى يوكل. هذه بني كيكون عندك الطير صلاح. الا ما كانش عندك الطير صلاح راه غالبا الانثى غتبدا توكل بين الاقفاص. بهاد السلوكه راه كتوكلهم بيناتهم. هذه الحاله الاولى. دابا في هذه الحاله ديالي انا اشنو كندير باش تعرفوا الطريقه ديالي؟ شنو كندير؟ غادي نخلي الانثى مع الذكر، لان دابا راه شفت انا الذكر انه بيكا الانثى، راها كتوجد العش الثاني. ولكن كنوض في الصباح بكري وكنقلب، بني كنلقى الانثى مبيضه كنشد هذاك البيض وكنعزلو. راكم شفتوا الطريقه كيفاش كنعزل البيض. كنعزل البيض حتى البيضه الثالثه. البيضه الثالثه غير كتحط البيضه الثالثه كنشد هاد الوليدات مع الفرخ ديال مع الذكر، لان بالنسبه لي انا ضمنت 3 البيضات ملقحين 100% غيكونوا باذن الله. دونك غادي ناخذ هاد الوليدات مع الاب ديالهم، كنحيدهم من هاد القفص وكنخلي القفص فيه غير الانثى كنحط لها هذوك 3 البيضات، وكتكمل البيضه الرابعه وربما البيضه الخامسه. ولكن هاد الذكر مع الولاد كيف ما كتشوفوا ان الوليدات راني كنوكلهم، معتادين انني نوكلهم بالريشه، كيوليو الريشه كياكلوا ما بي كنديرهم في قفص صغير اللي كندير فيه الطيور، وكنبدا نلاحظ. خاص الانسان يلاحظ الا كان الطير كيوكل الوليدات ما عندناش اشكاليه. هو غالبا 100% غادي يوكلهم. علاش؟ لانهم كيبداو يتبعوه كيوكلهم بز منه، وقد وكلهم قد ما وكلهمش كناخذ عنا هذيك الريشه وكنبدا نطعم هذوك الفريخات ديالي. راه هو مع القفص كيكون صغير كنحط ليه الباطي، انفو كيبدا ياكل هما راه كيبداو حتى هما كيتعلموا ياكلوا، كيتفطموا بسرعه. انفو كنشوف شي طير بدا كيبيكي، بدا كياكل حتى هو راسو، كنحط ليه غير الباطي في الاول، كنعزلو راسو وكنحط ليه الباطي صافي، وكنحطو في البلاصه اللي غادي يكبروا فيها الوليدات. كنبقى كل مره كنحيد واحد حتى كيحيدوا هذوك الوليدات كيتفطموا، ومن بعد كنشد هذاك الذكر كنردو على الانثى صافي، وكتمشي العمليه بسلام. هذه هي الطريقه اللي كنستعملها انا، والحمد لله راه ناجحه مع الطويرات. ومازال ان شاء الله غادي نوريكم فيديوهات كيفاش عزل الطويرات، كيفاش كيبداو ياكلوا الرسوم الى غير ذلك. دونك راه الحمد لله بالنسبه للفجر غادي مزيان. الاغلبيه 2 وليدات، 3، كاين 4، كاين 5. دونك راه مزيان. دابا راه جميع الاناث كلشي فقس الا الاناث هذه راه كنتو شفتوها اللي عطات البيض خاوي، وكاينه هاد الانثى اللي قلت لكم راه غالبا البيض ما غاديش يخرج. راه كنت وريتكم العش ديالها ما بناتش العش وكتبزق عليه. دونك غالبا هذاك البيض ما قلبتوش، راه تا هو ما غاديش يكون. دونك غنبريباري العش الثاني. اما ما تبقى الاخوان راه الحمد لله راه كلشي
الفريخات خرجوا. حتى هاد الجهه حتى هي راه كلشي تخرج الا هادوك جوج الاخرين اللي كنا درنا، الفوقانيه وهذه اللي كاينه على اليسار اللي فيها القفز حتى هي راه باقا ما خرجتش. دونك اما اللي كاينين في القفز لتحت راه كلشي تبارك الله خرج، والحمد لله. راه الوليدات راهم كيوكلوهم. راه جيت هاد العشيه يعني قلت الوليدات كاملين واكلين، دونك راه صايبت لهم غير الباطي ديالهم، والصباح ان شاء الله غادي نعلق عليهم الخص ونمشيو للخدمه نتوكلوا على الله. وهادشي اللي كاين الخوت اليوم، يعني ما كاينش شي جديد. ان شاء الله نشوفوا اللوينات اللي غاديين يطلعوا. راه غالبا راكم عارفين التيم براندو يعني راه غالبا غيكون الاخضر، ولكن راه كاينين بعض اللوينات اللي غاديين يطلعوا ان شاء الله. نتمنى كيف ما شفتوا يكون الابيض ويكون الكري. جو بونس انه غادي يكون باذن الله هاد السنه، وما كاين ما يتقال. دونك الاخوان بالنسبه للاسئله ديالكم راه كيف ما كتشوفوا راه كلشي كنجاوب عليه. خليو لي الاسئله، خليو لي كومونتير، لان الاسئله بها باش كنحاول ندير فيديوهات. كلما كانت الاسئله اكثر قد ما من هذوك الاسئله كنشوف فيديوهات يعني اللي عندكم فيهم مشاكل اللي كتواجهوا، راني كنحاول ندير فيها فيديو. بحال هذا الفيديو راه درته خصيصا على ودية الاخ محمد، راه داير في قناه ديالو محمد. دونك سولني على الطريقه كيفاش كنفطم الوليدات في هاد الاقفاص. دونك انا راه وريتك الطريقه. راه كنخلي الانثى تتبيض البيضه الثالثه، كنعزل الوليدات مع الذكر، ولكن انا راه كنبقى نراقبهم. هذاك الشيء علاش انا كنجي من العشيه كنوكل الاولاد. علاش؟ اول حاجه الوليدات ملي كتوكلهم كيكونوا يعني كيطلعوا مولفين، هذه اول حاجه ما كيكونوش يخافوا. ثاني حاجه في هذه الفتره ديال الفطام، الا لاحظتوني راه يوميا كنجي ضروري ولو نوكل غير مره، كاين شي مرات نوكل في الصباح. دونك باش في هذه الفتره ديال الفطام يكونوا هما مولفين هذيك الشتاء طويله. راه غتقولوا لي علاش كندير الشتاء؟ دونك راه الشتاء راه على هذا السبب، لان الشتاء كيكونوا الطويرات هنا في القفص، وكندخل الشتاء من هنا وكنحطها ليه قريبه، راه كيبدا اوتوماتيكمون ياكل. هذا هو السبب علاش كنستعمل الشتاء، باش الوليدات كيولفوا عليها صافي كيشوفوا هذيك الشتاء صافي راه كيشوفوها كيعرفوها ماكله، دونك كيتم جاي يجري. مازال ان شاء الله غندير لكم فيديوهات النهار اللي غادي نبدا نفطم، وغادي نشوفوا هادشي كامل بعينيكم باذن الله. يلا خوتي تصبحوا على خير وتهلاو في روسكم، وكنتمنى لكم كاملين موسم تفريخ جيد، وجميع المشاكل اللي كتواجهوا حطوها لي على القناه ان شاء الله، وغيكونوا مواضيع منها كتعاونوني نتوما كتوجهوني اش من اتجاه نمشي ليه في فيديوهات على القناه، ومنها انا يعني نتوما كتستافدوا معايا. والحاجه اللي ما عرفتش لها راه غنقول لكم ما عرفتش لها. راه الاخ سولني على واش بالنسبه للقرعه واش كنقدموها للطويرات. انا صراحه القرعه حمراء عمري ما قدمتها للطويرات، ولكن هذيك الكورجات راه كنحكها مع سميتو مع الكسكس مع البيض. شي مرات كيكون ما كاينش البيض راه كنقدر ناخذ غير قرعه خضراء ونحكها مع الكسكس ونزيد عليها داك الباطي الناشف وكنعطي للطويرات. وهادشي اللي كاين، بنادم هو اللي يعدي باللي كاين وصافي. يلاه الخوت تبارك الله عليكم.